ربعة ديال الشفارة غيدخلوا البنك في الارجنتين وغيشدوا الناس كرهائن، ومني غيبداو البوليس يتفاوضوا معاهم غيقولوا لهم الشفارة غنسلموا راسنا الا جبتوا لينا البيتزا. ولكن مني غتوصل البيتزا الشفارة ما غيبقاوش يردوا على البوليس، وهنا البوليس غيقتحموا البنك ولكن ما غيلقاوش الشفارة وما غيلقاو لا فتحة ولا نفق من غيقدروا يكونوا هربوا منه. فكيفاش غيقدروا يديروا ليها؟ كملوا معايا القصة حتى الاخر باش تعرفوا كيفاش. السلام الله عليكم. القصه ديالنا غتبدا عام 2006 في الارجنتين، من غيوقع اكبر براكاج في الارجنتين بواحد الطريقه ذكيه ما تخطرش ليكم على البال. واللي غيديروا هاد البراكاج غيكونوا ربعه. الاول غيكون سميتو فرناندو اراوهو وغيكون هو القائد ديال العمليه. الثاني غيكون المهندس ديال العمليه وسميتو سيباستيان بوليستر. والثالث غتكون سميتو بيتو ديلاتوري وهذا غيكون هو اللي عطاهم الفلوس ديال العمليه. والرابع غيكون سميتو لويس سيلانيس. غنبداو القصه من عاد القائد فرناندو، من غيمشي عند الطبيب النفسي ديالو وغيقول ليه بغيت نشفر بانكا. هنا الطبيب غتجي هضره فرناندو في شكل وغيصحاب ليه غير التاثير ديال الحشيش اللي دار ليه هكا، حيت فرناندو كان مدمن عليه. ومن بعدها غيسولو وغيقول ليه واش باغي تشفر بانكا على قبل الفلوس، وغيجاوبو فرناندو وغيقول ليه انا ما محتاجش الفلوس، ولكن كتعرفني انا فنان وكنبغي الفن وحاس براسي غنصنع شي عمل فني في السرقات ديال البنوك. وغيقول ليه الطبيب مزيان ايوا كي بغيتي تبراكي هاد البانكا. وغيجاوبو فرناندو وغيقول ليه هادشي كنفكر فيه ديما نهار كامل ولا عقلي مبلوكي بهاد الفكره. من بعدها الطبيب ما غياخدش الكلام ديال فرناندو بجديه وغيسحاب ليه هاد الهضره كيقولها بسبب التاثير ديال الحشيش. ولكن فرناندو فعلا غيدير اذكى براكاج في تاريخ الارجنتين. وفي هاد المده غيبدا فرناندو يدور في العاصمه الارجنتينيه بوينس ايرس ويقلب على البنك اللي غيشفر. وفعلا غطي عينه في بنك سميتو بانكوريو وكيتعتبر من البنوك الكبار وغير الاغنياء اللي كيحطوا فلوس فيه. وغيفكر في جوج ديال الخطات. الاولى غتكون هي يدخلوا بالسلاح للبنكه وياخذوا الفلوس ويهربوا قبل ما يجيو البوليس، ولكن هاد الخطه غيكون فيها ريسك بزاف. والخطه الثانيه غتكون هي يدخلوا للبنك من يكون مسدود، والطريقه غتكون هي يحفروا نفق ويدخلوا منه، ولكن غتواجههم مشكله وهي البنكه غتكون عامره مستشعرات حراريه وكاميرات ومع غيدخلوا غتشدهم. وهنا كما كتشوفوا الخطات بجوج فيهم ريس. ولكن الخطه الثانيه غتكون فيها الغنيمه اكثر حيت غيدخلوا للخزينه وغيمخروا من الفلوس. وغيقول في راسو انا مخاطر وغيقرر ينفذ الخطه الثانيه. وهنا غيبدا يقلب على شي دار اللي تكون قريبه للبنك باش يحفر منها النفق. وهو كيدور غيشوف واحد الحاجه غتختصر عليه الخدمه كامله واللي هي القوادس غيكونوا قدام البنكه. وهنا غيفكر وغيعرف انه غيكون النفق محفور ديجا واللي هما القوادس، وغيبقى تابعهم وغيلقاهم كيخرج منهم الماء على بعد 100 متر من البنكه. وغيقرر يدخل القوادس ويبدا يستكشف فيهم. وهو داخل في الاول غيكون الشكل ديال القوادس مربع، ولكن من بعدها غيولي دائري وغيشوف انه هاد القوادس كبار وممتدين في كاع المدينه. هنا غيبدا يقلب على شي واحد اللي عاونو وغطي عينه في واحد من صحابه واللي غتكون سميتو سيباستيان بوليستر. وغيكون المهندس لانه كان عنده مع الالكترونيات والعلوم ديال الميكانيك. ومني غيمشي عنده فرناندو وغيقولها ليه سيباستيان غيتصدم حيت فرناندو ما كانش شي مجرم، وكاع اللي كان عارف عليه سيباستيان هو انه كيبغي غير الفن والحشيش. ولكن مني غيبدا يقنع فيه فرناندو وغيقول ليه غندخلوا من القوادس. هنا غيبدا سيباستيان يفكر بجديه. ومن بعدها غيقول القائد اللي هو فرناندو انا معاك المعلم. من بعدها غيبداو يدرسوا في الخطه واول حاجه غيديروا هي
غيمشيو للقوادس وغيديروا فيهم ميترو ديال العبار باش يقدروا يعبروا شحال باقي ليهم للبنك، ومن بعدها غيمشيو وغيدخلوا للبنك وغيبداو يصوروا فيه وغيديروا راسهم زبناء وغيدخلوا حتى الخزانه وغيصوروها مزيان ويعرفوا عبارها. ولكن هادشي كيبقى غير ارقام تقديريه، وكان خاصهم الا بغاو يجيبوا هذاك الشيء مضبوط خاصهم يلقاو مخططات ديال البنك، ومني غيفكروا غيعرفوا انهم غيلقاوها في البلديه. وهنا كان خاصهم شي وحدين اللي يكونوا محترفين في السرقه اللي غيعاونوهم وغطي عينهم في واحد كيعيطوا ليه الدكتور. هاد الدكتور ما غيتعرفش شكون، وكان كيخدم معاهم غير من بعيد، وغيقول لفرناندو انه غيوصلوا اللي يقدر يعاونو. اول واحد غيقترح عليه هو بيتو ديلاتوري. هاد الشخص كما قلنا قبل هو اللي غيمول العمليه، وسيباستيان باش يتلاقاو مع بيتو وغيسولوه واش انت قادر تبدا معانا، وغيبداو يعاودوا ليه الخطه وغيكون فرحان باش يدخل معاهم. ومن غيسولوه واش قادر يمول العمليه غيقول لهم الحقيقه ما عنديش الفلوس كاش، ولكن عندي واحد الكاميو غنبيعو ونمول به العمليه. وهنا غينضم معاهم، ولكن غيبقى خاصهم واحد يكون صحيح اللي يعاونهم، وغيجي الاختيار على واحد سميتو لويس سيلانيس غيتعرفوا عليه عن طريق الدكتور. وهاد لويس غيكون مجرم كبير وعنده سوابق بزاف، وكانت عنده خبرة كبيرة في البراكاجات. وهنا غتجمع العصابة كاملة وغيبداو يفكروا كيفاش يجيبوا المخططات ديال البنك. وهنا غيقول لهم لويس صافي انا غنجيبها، وغيسولوه كيفاش غدير ليها وغيقول لهم ما سقكمش خليوها عليا. وفعلا غدوز واحد المده وغيقدر يجيبها، ولدابا حتى واحد ما عارف كيفاش قدر يجيبها. وهنا غيبداو يدرسوا منين غيخرج النفق بالضبط وشحال خاصهم باش يوصلوا للخزانه ديال البنك. وهنا غيكون خاصهم الات باش يحفروا وغيجيبوا باتري ديال الضوء، وجابوا الات ديال الحفير كبيره وبداو الخدمه. ولكن غتكون كتواجههم مشكله واللي هي المستشعرات الحراريه اللي في البنك. وهنا فرناندو غيدخل على الخط وغيرسم ليهم حوايج غيصاوبهم من المخاد ديال المتسلقين ديال الجبال، وغيشري كاميرا حراريه باش يجرب عليها اللبسه ويشوف واش غتشدهم المستشعرات ولا لا. ولكن هاد الخطه غيكون فيها الريسك بزاف، ويقدر يشدهم المستشعرات الحراريه حيت غيكونوا كيتحركوا بزاف. وبعد تفكير كتير غطي على فرناندو فكره جهنميه واللي هي يدخلوا للبنك وهو محلول. فهاديك اللحظه غيكونوا البوليس محاصرينهم من برا، ولكن ما عندهمش حتى فكره على النفق. وغيبدا فرناندو يتحمس اكثر لهاد الفكره وغيبدا يقلب في الانترنت واش عمر شي واحد دار بحال هاد الطريقه، ولكن ما غيلقى حتى واحد. هنا غيعرف ان الخطه ديالو ما غيعرفوهاش البوليس حيت عمرها ما دارت قبل. ومني غيمشي وغيقولها لصحابو كلشي غتعجبو الفكره. وهنا غيبداو خدامين على النفق اللي غيخرجهم في الخزنه ديال البنكه، وغيبقاو على هذا الوضع لمده عام وهما كيحفروا. وكانوا كيستخدموا باطويات صغيره داخل القوادس حيت كانوا عارفين الا كانوا خارجين بعد السرقه ما غيقدروش يهزوا الفلوس ويمشيو بيهم في الماء. وفكروا انهم من يخرجوا من البنكه ويهودوا في القادوس غيطلعوا في طوموبيله كبيره اللي غتكون محطوطه فوق الفتحه ديال القادوس. وفعلا بيتو غيدبر على طوموبيل وغيجيو عنده كاملين باش يحلوها من الوسط. ومن غيكونوا خدامين غتدخل مرت بيتو، هنا كلهم غيتخلعوا، ولكن بيتو غيقول لهم لا عادي غير خدموا، انا كنثيق في مرتي وغتكون هذه هي المره الاولى والاخيره من العصابه غيتلاقاو مع ارليشيا ديليتوليو زوجة بيتو الممول. وخليو هاد خوتنا في بالكم حيت هذه اللي غتخرج عليهم كاملين. وبعد ما غيكملوا الطوموبيل من الاصلاح غيجي الدور شخص مجهول اللي غيسوق الطوموبيل وغيكون اللقب ديالو البوي يعني الولد. هاد الشخص لحد الان ما معروفاش الهويه ديالو بحال الدكتور. دابا كلشي غيولي كاين، غيبقى ليهم غير كيفاش يحلوا الصنادق اللي في الخزانه. هنا المهندس سيباستيان غيصاوب واحد الآلة
هيدرولوكية تقدر تحل القفولة ديال الخزانات في 7 ثواني. واخيرا كلشي غيولي عندهم موجود. وفي تاريخ 13 يناير 2006 هنا سيباستيان غيدخل القوادس، وكان تما محطوطين الباطويات وكاع الالات اللي كانوا خاصينهم. ومن بعدها غيطلع في نفق اللي حفروه حتى الجدار ديال الخزينه، وبقى يتسنى حتى يعطيوه صحابو الاشاره. صحابو اللي غيكونوا تلاقاو قدام البنك ودخلوا ليه وهما هازين السلاحات ديالهم. وفي الجهه الاخرى غيكون الحارس ديال المراقبه سد على راسو وعيط للبوليس اللي غيجيو في البلاصه. هنا غيبدا فرناندو ينفذ خطه سماها خطه الكوكو، وهي غيخرج براهينه هو داير على راسها السلاح ويدير راسو باغي يهرب، ويعاود يرجع باش يوهم البوليس انه باغي يهرب من برا وما طيش على بالهم انهم حافرين نفق. ولكن غتبقى عندهم مشكله، واللي هي الحارس اللي شاد الكاميرات ساد على راسو، وإلا شافوا محلو النفق دغيا غيقولها للبوليس وغتفشل الخطه ديالهم. وفعلا من بعدها غيمشيو عنده وغيبداو يتفاوضوا معاه باش يحل، ولكن ما غيبغيش. هنا لويس غيشد موظفه وغيدير ليها السلاح على راسها وغيقول للحارس الا ما خرجتيش غنتيري ليها في راسها. في الاول الحارس ما غيبغيش، ولكن من غتبدا الموظفه تبكي وغتبدا تقول ليه بغيت نخرج، انا باغا نشوف ولادي عاوتاني، غتبقى فيه حيت كانت خدامه معاه وغيقرر يخرج. ومن بعدها غيقلبوا لويس وغيشد ليه تليفونه وغيتم غادي خارج بيه. هنا غيقول الحارس ايش كيدير هذا وغيتعجب. ومن بعدها غيخرجوا لويس برا البنكه، وهنا البوليس غيسولوه كيفاش داير الوضع تما، وغيقول ليهم شاف 3 الشفار مسلحين وشادين 30 رهينه، وقال ليهم عاوتاني لبلا شادين ليه تليفونه. وهنا قائد العمليات غيشوف شفار خارج من الشرجم وكيشير ليهم بالتليفون بحال كيقول ليهم عيطوا ليا فيه. وفي الجهه الاخرى فرناندو غيعطي الاشاره لسيباستيان باش يبدا يحفر الجدار ديال الخزينه، وفعلا غيلقاو العبار هو هداك. وغيخرج سيباستيان في الخزينه هو هز معاه الاله الهيدرولوكيه اللي كيحلوا بها القفوله ديال الخزينه، وغيكون بيطو الممول ولويس باقي شادين الرهائن الفوق. وغطرا واحد الحاجه في عجب، واللي هي غيسمعوا مرا شارفه عيد ميلادها هذاك النهار، وغيمشيو للمطبخ ديال البنك وغيجيبوا ليها كيكه صغيره وغيحتفلوا معاها بعيد ميلادها، وخلاو حتى الرهائن اللي في الارض يغنيو ليها وهما شادين ايديهم ومشكين، وقالوا ليها الهديه ديالك هي غنخرجوك من البنك. وفعلا غيحلوا الباب وغيخليوها تمشي. من بعدها لويس غيبدا يدوي مع البوليس وغيبقى يتفاوض معاهم وغيقول ليهم عيطوا المحامي ديالي هو اللي غتفاوضوا معاه، وغيعطيهم رقم ديال واحد من الرهائن. ومن غيعيطوا فيه غيبدل لويس صوته وغيبدا يدوي معاهم بحال هو المحامي، وقدر فعلا يعطل البوليس كاع الوقت اللي كانوا محتاجينه باش يحلوا الصناديق ديال الخزينه. وغيبدا ينفذوا الخطه الاخرى واللي هي غيقولوا البوليس بغينا بيتزا لينا حنا ورهائن، حنت عارفين الا شديتونا في الحجر غنبقاو بلا ماكله. وغيقول لهم عاوتاني بغيناها تكون ايطاليه، وغيعطيوهم ريستورا بعيده بزاف باش يبقى ليهم الوقت. وخلال هاد اللحظات فرناندو وسيباستيان جمعوا الغنائم في قناشي ولحوها من الفتحه، وقبل ما يطلعوا من البنك غيفرشوا في الارض كاع الاسلحه ديالهم وغيخليوهم في الارض، وغنعرفوا من بعد علاش داروا هاد الحركه. ومن بعدها غيخرجوا من الفتحه وغيسدوها وغيحطوا فيها واحد اللعيبه بحال القنبوله باش يعطلوا البوليس، وغيركبوا في الباطويات ديالهم وغيمشيو في القوادس حتى غيوصلوا السلوم اللي غيخرجهم من الفتحه ديال القادوس الطوموبيل الكبيره، وغيركبوا فيها وغيمشيو لواحد البيت كانوا شارينه. ومن بعدها غيجلسوا وغيشعلوا التلفازه وغيبداو يتفرجوا في البوليس اشنو غادي يدير، وغيشوفوا حتى لهاد اللحظه البوليس باقي ما اقتحموش البنكه وكيسحاب ليهم الشفاره باقيين في البنك. هنا غتوصل البيتزا، ومن بعدها غيبدا رئيس العمليات
يعيط للويس باش يدخل ليه البيتزا، ولكن ما غيكون حتى شي رد. هنا غيبداو يقتحموا البنك، ولكن الصدمه ديالهم مني ما غيلقاو حتى شي اثار لشي واحد في البنكه، وما غيعرفوهمش منين مشاو، حيت قبل ما يخرجوا كانوا سادين الفتحه اللي في الخزانه. هنا غيشكوا في الرهائن وغيصاحبوا المجرمين باقين مع الرهائن وغيخرجوهم بحال المجرمين. وشوفوا هاد الصور حقيقيه اللحظه اللي مخرجين فيها الرهائن كي دايرين ليهم، ولكن بعد شويه ديال الوقت غيقدروا يلقاو الفتحه اللي خرجوا منها الشفاره، ولكن غيلقاو فيها واحد اللعيبه بحال القنبوله. من بعدها غيضطروا يعيطوا لفرقه المتفجرات باش هما اللي يفحصوا هاد الشيء، ولكن من بعدها غيلقاوها ديال بالعاني. وفي الجهه الاخرى غيكونوا الشفاره قاعدين كيقسموا في الفلوس وفرحانين، ومني غيحسبوا البوليس الفلوس اللي تشافرات غيقدروها انها ب 19 مليون دولار. من بعدها غيتفرقوا وكل واحد غيمشي في طريق، وبيتو غتكون مرتو كتسنى فيه حيت كما كنا قلنا كانت عارفه بالعمليه. وفي واحد النهار بيتو غيقلب الفلوس وغيلقاهم ناقصين 300 ألف دولار، وغيسول مرتو عليهم وغتقول ليه انا اللي خديتهم. من بعدها غيبدا يتعاير معاها وغيقول ليها انه داس الفلوس باش ما يبينش للناس انه عنده الفلوس، وإلا هزيت هذا المبلغ الكبير غيقدروا يشكوا فينا. من بعدها بيتو غيهز الفلوس وغيديرهم في بلاصه اخرى، ولكن اللي ما كانش عارف بيتو ان من بعد هاد الشي مرتو غتمشي وغتبلغ عليه البوليس، وكانت كتصحابو دا هاد الفلوس ومشى يخونها مع مرة اخرى، وهي كانت غير ظالماه حيت بيتو ما كانش عنده لا عشيقه ولا والو. وباختصار غيعتقلوه وغيرفض انه يعترف على صحابو، ولكن بالمساعده ديال مرت بيتو والتتبع ديال التليفونات ديال المجرمين غيقدروا يحدوا الهويات ديالهم وغيشدوهم واحد ورا الثاني، وغيحكموا على فرناندو وسيباستيان بعامين ديال الحبس. ولكن بيتو ولويس حنت اصحاب سوابق غيحكموا على لويس ب6 سنين وبيتو ب8 سنين. ودابا غتقولوا معايا كيفاش سرقه مسلحه بهاد الضخامه غيعطيو فيها هاد الاعوام القليله؟ ولكن واش تفكروا معايا مني قلت لكم حطوا الاسلحه ديالهم مني كانوا خارجين؟ حنت البوليس غيلقاو هادوك الاسلحه غير ديال بالعاني. هاد الشيء غيخليهم يتجنبوا الحبس لبزاف ديال الاعوام، ولكن بزاف ديال الغنائم ما رجعوش، واحتمال كبير كيبقى انهم عطاو الرشوه، ولكن الله اعلم. هنا اخوتي كتسالي القصه. الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش خلي لايك وكومونطير وتقترح علينا القصه الجايه. بيس.